السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعيدة بلقياكم من جديد، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة مع جويرية جوري، ودائما البساطة والاقتصاد في البيت لما لا. كيف كتشوفوا معايا في لا فيديو غادي نقدم لكم ان شاء الله باغيط او كومير او باريزيان، كل واحد كيفاش كيسميه. غادي نقدم لكم تحضروه في البيت ديالكم بدون محسنات بدون اضافات، وكيجي رائع 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 رائع. كيجي اللذه ما نعاودش لكم لانه ديال المنزل، لذيذ بزاف بزاف بزاف، وكيجي كذلك مقرمش، وغادي ينفعكم كذلك المدرسه مع وليداتكم. دائما تصايبوه ليهم لانه زوين بزاف بزاف، تقادوا لهم فيه الكوتي ديالهم او الفطور او الغدا ديالهم لما لا. يعني اي وصفه بغيتوا ديروها في هذا الباكيط هذا راه كتصايبوها لوليداتكم وينفعكم كيف قلت لكم في المدرسه وكذلك في البيت ديالكم لما لا. وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير ديال هذا الباكيط هذا. كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد البانيو او بول فاش غادي نعجن هاد العجينه ديال الباكيط. كناخذ 7 ديال الكؤوس ديال الطحين، يعني بالعبار 7 الكؤوس ديال الطحين، وانتم لكم الاختيار. لا بغيتوا تدوبلوا المقادير يمكن لكم تدوبلوا حتى الكيسان ديال الطحين، بغيتوا ديروا نصف المقادير يمكن لكم تفرقوا تقسموا نصف الكميه اللي درت انا دابا. المهم 7 الكيسان ديال الطحين، كنضيف عليهم ملعقه عامره ديال خميره الخبز اي الخميره حبيبات، وكذلك واحد الملعقه ديال العسل. وكنبدا نعجن العجينه ديالي عادي يعني عجينه عاديه، ما غاديش ندلكها مزيان مزيان. كيف كتشوفوا غادي نجمعها. خويت 2 كؤوس ديال الماء دافئ، الماء يكون دافئ، ما يكون سخون، ما يكون بارد. وغادي نضيف الكاس الثالث وغنبدا نعجن، وغنشوف شحال غتاخذ ليا هاد العجينه ديال الماء. يعني ما غاديش تاخذ ليا كميه كثيره ديال الماء. غادي نضيف واحد الكاس ولكن ما غاديش نضيفو كله، غنضيفو بالتدريج كيف كتشوفوا معايا. غنخوي النصف ديالو حتى نجمع، وغادي نشوف شحال غيخصني ديال الماء مازال. المهم العجينه كتكون شويه مطلوقه شويه، ما كتكونش العجينه قاصحه. المهم نتوما كتعجنوا وانتوما كتحسوا بها خفيفه تحت اليد ديالكم، يعني ما تجريوهاش بزاف، يعني ما تطلقوهاش بزاف بزاف وما تخليوهاش قاصحه ثاني بزاف. كنجمع العجينه ديالي بطريقه عاديه وبسيطه بهذا الشكل هذا، غير بيد وحده بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا معايا. يمكن لي نضيف واحد شويه ديال الماء، داك نصف كاس اللي بقى غادي نضيف الربع ديالو ونخلي الربع ديالو كيف لاحظتوا معايا. يعني صافي ما بقيش غنضيف الماء دابا نهائيا. غادي نبقى نجمعها غير بهذه الطريقه هذه بيد وحده كيف كتشوفوا، غير كنجمعها. يعني راه ما كتدلكوها ما حتى شي حاجه، ماشي شي دليك نيت غير كتجمعوها باليد ديالكم على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا تكون العجينه مطلوقه شويه وما تكونش خفيفه بزاف بزاف يعني جاريه. غادي نخليها واحد شويه ونرجع معكم تقريبا 4 دقائق بحال هكاك، ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد 4 ديال الدقائق كتاخذوا شويه الماء او ديروا فيها شويه الملح في هذا الماء هذا باش تذوبوها مزيان مزيان. هذا الملح في الماء تقريبا داك 4 كاس اللي نقصت من العجين هو هذا اللي كندير فيه دابا الملح. وغادي نخلطها في العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. داك الماء مع الملح كنخلطو مزيان في العجينه، يعني كندخل مزيان داك الماء والملح بهذا الشكل هذا غير بيد وحده. كيف كتلاحظوا كنجمع العجينه، ما كندلكها ما حتى شي حاجه، يعني غير كنجمع. والعجينه راه كتفاعل مع بعضياتها ملي كتخليوها ترتاح كترجع تتفاعل مع بعضياتها بحال الا دلكتوها مزيان. كيف كتلاحظوا غنكرروا هذه العمليه 3 المرات وان شاء الله غينجح لكم الباكيط 100%. غنخليها ونرجع نعاودها المره الثانيه من بعد 5 ديال الدقائق. كنرجع ليها من بعد 5 ديال الدقائق كيف كتشوفوا معايا كنلقى العجينه ارتاحت وكتبدا جايه في الخميره. كنعاود نجمعها بنفس الطريقه اللي جمعت بها قبيله، غير هي ما كنديرش فيها الماء مازال نهائيا، كنجمعها غير باليد ديالي بدون ماء بهذه الطريقه هذه. وراه غادي ينجح لكم الباكيط كيف قلت لكم وغيجيكم شهوه منه. كنعاود ندير نفس الطريقه المره الثالثه. كيف كتلاحظوا معايا كتبدا جايه في الخميره، العجينه ديالنا كتبدا طالعه في الخميره. كنعاودوا نفس العمليه بلا ما بلا حتى شي حاجه، غير كنجمعوا العجين بالاصابع ديالنا او باليد ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا راه ما دلكتها ما حتى شي حاجه، وغتشوفوها في الاخير كيفاش غتجي. ومن بعد ما كنجمعها بهذا الشكل هذا غادي نخليها المره الاخيره تخمر ان شاء الله وانا معكم. بعد ما كيتضاعف الحجم ديال العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا راه كتخمر وكيجي الحجم ديالها مضاعف. كناخذ شويه ديال الفورس او الطحين كنرشوا على سطح العمل، وغادي نبدا نشكل في هذه العجينه هذه كويرات باش ندير بها الباكيط ديالنا ان شاء الله. كيف كتشوفوا راه ما استهلكاتش الوقت بزاف، يعني كل مره فين كنجمعوها ما بين مره ومره كنخليوها 4 دقائق او 5 ديال الدقائق كترتاح وكنجمعوها. كررنا العمليه 3 ديال المرات، والمره الاخيره هي فين غنقطعوا دابا الباكيط معكم ان شاء الله. كنديرها بهذا الشكل هذا على شكل طويل مرصوات بهذه الطريقه هذه،
وكنقطعوها على هذا الشكل هذا. القياس اللي بغيتو نتوما، الباكيط كبير او صغير. انا كنديرو كبير شويه ديال سندويتشات بهذا الشكل هذا. نتوما لكم الاختيار، بغيتو الباكيط صغيور راه كتقطعوا الكويرات صغيورين، بغيتو الباكيط بين وبين كتقطعوه بهذا القياس هذا. دوك 7 الكؤوس ديال الطحين كنقطعهم على 6 الباكيطات بهذا الشكل هذا. والكؤوس ديال الطحين كيف شفتوا معايا راه عمرتهم مزيان، راه لاحظتوا في الاول في اول الفيديو كنعمرهم مزيان، عاد كنخويهم في البانيو وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد الكويرات كاملين بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. وغادي نبدا بالكره الاولى، كنلقاها ترخفات وتلقات راسها مزيان. غادي نشكلها دابا كوميره او باريزيانه بهذه الطريقه هذه. كتقرصوها بهذا الشكل هذا وكديروها على شكل مربع، ما كتخليوهاش دائريه، كتحاولوا تبسطوها على شكل مربع بهذا الشكل هذا. وكتنيو العجين على بعضياتها بهذه الطريقه. ملي كتنيو كتضغطوا عليها بالاصابع ديالكم، وفي الاخير كتسدوا ليها دوك الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا باش ما كتجيش العجينه محلوله او كتجيكم مفروقه على بعضياتها. كتحربلوها بهذا الشكل هذا وكتجمعوها من الجوانب ديالها. وغنجيب واحد اللاطه ديال الفرن او ديال الفران وكندير الباكيطه ديالي بهذا الشكل هذا. كيف لاحظتوا راه كيجي باكيط واعر واعر واعر، غير جربوه غادي يولي معتمد عندكم ان شاء الله. مره بنادم ما غاديش يبقى يشري دائما الباكيط من الزنقه او الباريزيان، مره تصايبوه في الدار مره تشريوه في الزنقه. المهم الوقت اللي يكون عندنا المصروف نشريوه، الوقت اللي ما عندناش نديبانيو من المنزل ديالنا. وديال البيت راه زوين بزاف بزاف، يعني باكيط ديال الدار كيجي اروع مما يكون، يعني كيجي رائع وصحي وكذلك كيشبع الوليدات ديال الدار ماشي بحال ديال الزنقه. وكنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذا الباكيط اللي عندي. هذه الباكيطه الثانيه كيف شفتوا معايا اللي درت، وهذه الثالثه غادي نخدمها معكم حتى هي. كيف لاحظتوا راه التكراس كيكون ساهل وبسيط بزاف بزاف. كنبسطوها يعني كنديروها على شكل مربع وكنجمعوا كنضغطوا بالاصابع ديالنا بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، يعني بهذه الطريقه. وفي الاخير كنسدوا الجوانب كاملين بهذا الشكل هذا، كنضغطوا عليهم بالاصابع باش كتسد العجينه مع العجينه. وبعد ما كملت الباكيط ديالي كامل على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، غادي نغربل عليه شويه ديال الطحين او الفورس، غير شويه باش كيعطي فيه واحد اللون كيجي فيه زوين بزاف بزاف. بهذه الطريقه هذه كتغربلو غير شويه بهذا القياس هذا، يعني غير كتزيين كنزينوا به الباكيط ديالنا. هاد شويه ديال الفورس بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. وراه اقتصادي بزاف بزاف، باكيط رائع ما نعاودش لكم. غادي ناخذوا واحد الغازواغ تكون جديده بهذا الشكل هذا وكنفلحوا بها او كنشرطوا بها هاد الباكيط ديالنا من الوسط، يعني كنديروا واحد الفتحه من الراس حتى الراس ديال الباكيطه، يعني كنجروها وما كنفتحوهاش بزاف، ما كتغرقوش ليها، غير من الفوق كيف كتشوفوا معايا. وراه غيجي الشكل ديالهم المنظر ديالهم غيجي زوين بحال شكل الباكيط ديال الزنقه او الباريزيان ديال الزنقه. غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان، يعني يتضاعف الحجم ديالهم يطلعوا مزيان مزيان. نديروهم في شي بلاصه تكون دافيه، كديروهم في الفران او ديروهم في الكوزينه ديالكم تكون سخونه وتخليهم حتى يخمروا على خاطرهم. ومن بعد ما كيخمروا كيجي الشكل ديالهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. ديك الفتحه اللي كنفتحوها كتحل وكتجي فيها واحد الشكل زوين وكيخمروا وكنديروهم في الفران يطيبوا على هذا الشكل هذا. راه غيجي واحد الباكيط ما نعاودش لكم، غير جربوه راه من اول تجربه غادي ينجح لكم وغادي يصدق لكم ان شاء الله وغادي يولي معتمد عندكم. ما غتبقاوش تشريو الباكيط دائما من الزنقه، مره تشريوه مره تصايبوه في البيت ديالكم. وهذا الباكيط هذا خصو يكون معتمد عندكم، علاش؟ لانه غادي ينفعكم بزاف بزاف مع وليداتكم من المدرسه ديالهم، سواء الفطور سواء الغداء سواء الكوتي، غادي ينفعكم بزاف بزاف. في الفطور واخا دهنوا لهم غير بشويه الكونفيتور وفريميجا راه كيفطروا به كيجي زوين، او في الغداء سندويتشات، او كذلك في الكوتي راه كينفعكم بزاف بزاف مع الدراري وكذلك في الدار. وحتى الا بغيتو تصايبوا كميه كثيره كديروها في الثلاجه ديال هذا الباكيط هذا، وملي كتبغيو راه كتسخنوه كيرجع مقرمش بحال يلا طيبتوه، وكذلك ينفعكم من راسكم ووليداتكم لما لا. وما تديوش على الصوت ديالي، راني ضربني شويه البرد فيا الرواح، الصوت ديالي باح بزاف بزاف. كنتمنى ما تديوش على الصوت ديالي، وكنتمنى تدعموني باللايك ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزه. الله يحفظكم وجزاكم الله خير الجزاء. وبعد ما كيطيب الباكيط ديالنا كيتحمر وكيجي زوين بزاف بزاف على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، كيجي من اروع ما يكون، كيجي محمر من جميع الجوانب. وغادي نخليكم تسمعوا التقرميشه ديالو.
ايوا كيف سمعتوا الباكيط ديالنا التقرميشه ديالو رائعه رائعه بزاف بزاف. ندوز معكم دابا العماره او الحشوه. بالنسبه للعماره او الحشوه داكشي الاختيار ديالكم نتوما. كناخذ واحد الصلصه حاره او لاصوص الحار، كندهن بها هذا الباكيط ديالنا هذا مزيان. الحار بالنسبه اللي كياكل الحار، اللي ما كياكلش الحار ما ديروش ليه. وكنعمر بشويه ديال البصله وهذا وصدر الدجاج مقطع طريفات على هذا الشكل هذا، شحرتهم في مقيله وكيجيو لذاذ وكيجيو زوينين. ضفت عليهم انا غير شويه ديال التحميره، شويه الصلصه الحاره وكذلك شويه ديال الزعتر، كيجيو زوينين بزاف. اللي ما كيبغي الزعتر، هاد البصيله هذه مع الدجاج يضيف عليهم شويه القزبر ومعدنوس صافي، كتحركوهم في زويته بلديه وراه كيجيو زوينين بزاف بزاف. وكنضيف عليهم هاد الطوماط سوغيس بهاد الطريقه هذه. غادي نضيف عليهم دابا البطاطا فريت او بطاطا مقليه، كتجي حتى هي لذيذه في سندويتشات، كيبغيوها الدراري بزاف بزاف، كيحماقوا عليها. تقليوها لهم في الزيت مره مره، ما تكثروش الزيت بزاف دائما القلي، ولا تقليوها في الفران. حتى في الفران راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه وكتجي كذلك مقرمشه. كنعمر السندويتشات ديالي بهذا الشكل هذا، كيف كتلاحظوا راه كيجي الشكل ديالهم ولا اروع ولا اروع، وكيجيو راقيين ما نعاودش لكم. بالنسبه لحتى الا بغيتوا تخرجوا شي خريجه بحال دابا نهار الحد، تخرجوا نتوما وليداتكم وكيكثروا عليكم في الزنقه، بغينا هادي بغينا هادي، الاهم حاجه كتصايبوا لهم هاد السندويتشات بعدا، عاد كتشريو لهم شي حاجه خفيفه من الزنقه ماشي بزاف، وكتعمروهم راه كيجيو رائعين بهذا الشكل هذا، وكيجيو كما قلت لكم كيشبعوا لكم وليداتكم وكذلك حتى نتوما كيشبعوكم. الا كنتو خارجين بحال هكا خريجه كيف قلت لكم نهار الحد الطبيعه او البحر، كذلك راه ينفعوكم بزاف بزاف بزاف. وحتى المدرسه اللي مالا كينفعونا مع وليداتنا بزاف. كنشريو هاد الساشيات ديال سندويتشات بهذه الطريقه هادو، كديروا فيها هاد الباكيط ديالكم بهذه الطريقه، راه كيجي زوين والوليدات كيبغيو بهاد الساشيه، كيحماقوا عليه بحال الا شراوه من الزنقه. راه هاد الساشيات مكتوب فيهم ساندويش، يعني ديال الساندويتشات كيجيو زوينين حتى هما. كتخشيوهم بهذه الطريقه هذه، يعني نفرحوا وليداتنا باي حاجه تكون بسيطه ونفرحوهم بها حتى هما يحسوا براسهم بانهم تا هما شارين ساندويش وكياكلوا فيه مع الوليدات في المدرسه او خرجات. كيف قلت لكم تجمعوه بهذا الشكل هذا في ساشيه كبيره، الا كنتو خارجين بحال هكا للبحر او الا خارجين شي نزهه تنزهوا، كديروه في ساشيه بهذا الشكل هذا في صويك ديالكم، وراه ينفعكم مع وليداتكم. لان الماكله ديال الزنقه راه واخا تشريو لهم اللي شريتو ما غاديش تشبعهم صراحه. ضروري شي حاجه تصايبوها في الدار او في المنزل ديالكم هي اللي كتشبع. الماكله ديال الدار صراحه راه هي اللي كتشبع الوليدات وكتشبع حتى الكبار اللي مالا. حتى حنا راه كينفعنا بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. الباكيط كيجي زوين ومعمر، والعماره راه كتبقى اختياريه باش ما عمرتوه. وكنتمنى الدعم ديالكم، وكنتمنى تزيدوا تشجعوني باش دائما نعطي ما عندي وبالوصفات اللي هي تكون بسيطه بسيطه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو جديد بحول الله.